مهم الكبيدات ديالي كما شفت طرنا هاد الخانزه هادي بلاتي نجيبها. شوفي اختي انا هادي تتهاوشني، انا هادي ما تغوتيش عليا اختي، الله يرحم باك. شوفي ما تغوتيش عليا، شوفي في الكاميرا، شوفي. سلمي على البنات، سلمي على البنات. والقبيحه ولي بيته مفيقاني وصباحه مفيقاني، مال كيفك لي بيتيز مالك. شوف تصنت ليا. عرفتو شي نهار غتعطيني شي قمشه بيته حدايا اصلا هنا في الناموسيه مع 7 الصباح فاقت تغوت باغا تخرج. شوفي انا راه مني تتشدي معايا الضد، راه حتى انا كنشد معاك الضد، غير ما تقمشينيش بليز. صافي 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 صافي. عرفتو شنو تتعطيني شي بعض المرات شي عضات وشي قمشات برازر يا اختي على غفله تتخرجها مني. يا سير ايام سوري ايام. المهم ما علينا الكبيدات. دابا عاد غنقول لكم علاش كنت غابره على اليوتيوب، علاش كنت غابره على قناتي. وبصح اقسم بالله ما بقيت كندخل اليوتيوب، ما بقيت متبعه حتى شي قناه، ما بقيت عاطيه اهميه حتى شي قناه، ما بقيت عاطيه صراحه. الناس اللي ديجا وكنت كنتواصل معاهم كنبغي نقول لهم سمحوا لي، راه ما بقاش عندي الخاص، حيدته. يعني ملي كنبغي نتواصل مع شي حد كنعرف كيفاش نتواصل معاه. عمرتيني زغبه الكلبه. كنتواصل معاه، سينو راه ما عنديش يعني الواتساب حيدته نهائيا. المهم كنبغي نشكر كاع الناس اللي كتسول فيا، كاع الناس اللي كتسول فيا، يعني كتسول ناس اخرين عليا. كريمه غبرات من اليوتيوب، كريمه مبقيناش كنتواصلوا معاها في الخاص، كريمه هادي كنبغي نقول لكم انا هاد القرار اللي خديته ديجا وقلتها لكم، انني غنبعد على اليوتيوب، انني غادا ما نخليش القناه من الاولويات، انني ما غتبقاوش تشوفوني في لي لايف. بزاف ديال الحوايج بزاف الحمد لله طبقتهم، وانا راضيه بهذا القرار، لقيت فيه الراحه ديالي. حيت بصح اليوتيوب ولا بحال شي حمام، وانا هادشي ماشي صراحه من طبعي، واخا مشيت فيه في واحد الايام. مي الحمد لله ملي تتفيقي وتتعيقي بكري بعيبك، هذا هو ليسونسيال، ماشي ليسونسيال. يعني اي واحد فينا يقدر يغلط، المهم ان الانسان يصلح الاغلاط ديالو. المهم ما علينا الكبيدات. والسبب الثاني اللي خلاني غبت على اليوتيوب هو انني صراحه كنت عيانه، وديجا في واحد ستوري راني شاركت معكم وقلت لكم غندير واحد لا فيزيت عند الطبيبه ديالي. وبصح مشيت عند الطبيبه ديالي، دارت لي واحد الفيزيت اللي هي جينيرال. الحمد لله ما كاينش شي حاجه خايبه. اول حاجه انا فرحانه براسي، وكما قالت لي الطبيبه انا فرحانه بك. اول حاجه لقات السكر الحمد لله ما بقاش طالع ليا، حيت كان طالع عندي الخزان وكان طالع عندي السكر يعني العادي. الحمد لله. وطيحت في الوزن الحمد لله، وحيدت الدواء ديال الاكتئاب اللي كنت كندير لسنين وانا كنديرو، اللي ما يمكنش تحيديه، اللي كيمرضني اشنو انه كيزيدني في الوزن. وانا ضد انني نكون يعني صراحه الطول ديالي ما كيسمحش لي باش نفوت واحد القياس كما قالت لي اصلا الطبيبه. المهم علينا نجيكم في الهضره. مشيت درت كونسلطاسيون، اصلا كان كيضرني ماشي المعده البنات اللي كضرني، المهم كان كيضرني هنا هاد لابارتي هادي، يعني ما بين السره والمعده، هاد لابارتي هادي. وانا كنت شاكه حيت كنت كندخل اليوتيوب كندخل عند بزاف ديال اطباء ديال الاعشاب، واطباء يعني دكاتره وداكشي، وكنقرا شنو الاسباب اللي كتخلي الالام ما بين السره وما بين المعده. فعرفت قريت بانه هذا كيكون القولون العصبي، والقولون العصبي اللي هو مرض مزمن بحال السكري، بحال الطونسيون. يعني مرض اللي خصك تعرفي كيفاش انتي تعالجيه. الدكتور ما يمكنش يعطيك شي حاجه، حيت هاد القولون العصبي كيجي من لاناغ، كيجي من الصهير، كيجي من التعب، كيجي من الارق.
وكتحسي بواحد الالم في الشكل، كتسد لك الشهيه، كتحسي بالسخفه. المهم بزاف الاعراض اللي كيديروا هاد القولون العصبي. وكيف قلت لكم القولون العصبي خصك انت واخا تاخدي الدواء ديال الطبيب، خصك انت تعاوني راسك براسك انك ما تبقيش تستريساي، ما تبقيش تعصبي، ما تبقيش. المهم انا اصلا لاحظت انني كنكون نورمال بخير اين فوا كيوقع لي شي بلان ولا شي حاجه وكنتعصب مع الدراري. راكم عارفين راه راه عندك دري عنده 18 عام، عندك بنيته يعني 9 سنين، يعني راه ضروري ما كتعصبي معاهم بزاف ديال الحوايج كنحس بالالم. المهم كنكون نورمال ملي كنتعصب كنحس بالالم. فانا شكيت ودخلت اليوتيوب وفريمون بصح لقيت داكشي اللي قالت لي الطبيبه ديالي مدام الحلو انه القولون العصبي. المهم بالنسبه للدويات اللي عطاتني صراحه عطاتني ادويه اللي ارتحيت فيهم واللي زوينين. مي او ميم طو كيما قلت لكم في نفس الوقت الا كنتي مستريسيه كنتي معصبه فهاد الدواء ما غيدير لك والو. المهم عطاتني هاد الدواء هذا اللي واخا هنايا مديرين فيه المعده، هو غير كيكالمي دوك الالام، هو ماشي ديال المعده، يعني كيكالمي لك دوك الالام. حيت ملي كيضرك هاد لابارتي ما بين السره وما بين المعده كتحسي انت اصلا بالمعده دارك، وهي راه ماشي المعده اللي دارك. المهم علينا عطاتني هاد الخنيشات هادو. هاد الخنيشات البنات ديالاش هاد الخنيشات ديال البكتيريا النافعه اللي كتكون عندنا في المصران. قالت لي البكتيريا النافعه قلات عندك ما بقاتش، دونك عطاتني هاد الخنيشات هادو اللي كيتشربوا من بعد الماكله. هذيك ملي قلت لها شرحي لي على هاد البكتيريا النافعه، قالت لي البكتيريا النافعه اللي كتكون عندنا في المصران اين فوا مثلا كتاكلي شي ماكله ماشي هي هذيك، ولا كيجي شي ميكروب ولا شي بكتيريا اللي كتاكلها في الماكله ولا هذيك البكتيريا النافعه اللي عندنا حنايا سبحان الله في المصران كتحارب ديك البكتيريا اللي يعني كتقتلها. انا نقصت عندي ديك البكتيريا النافعه، دونك ولات دوك الا كليت شي حاجه ولا هذيك كتاثر عليا وكتاثر على ديك، يعني ديك البكتيريا النافعه اللي عندنا سبحان الله ما كتقدرش تغلب عليها. عطاتني هذا، كنتمنى الشرح يكون هذا حيت ما كنعرفش اختي، انا بعض المرات كتمشي ليا الهضره. عطاتني هاد لاروكسيل ديال الديبرسيون. صراحه اللي كنت ديجا وخديتهم، المهم ديجا وخديتهم واخداهم ديال الديبرسيون. انا قلت لها غدا نبقى نشربو غير مره مثلا الا كنت بالليل ما جانيش النعاس ولا كان فيا الارق ولا كنت عيانه ولا هذا. قالت لي لا هادو غتبعيهم ليا. المهم عطاتني التريتمون ديال 6 شهور وقالت لي الشهر الاول تبعيهم ليا مع هاد الدواء هذا، حيت الا كان القولون العصبي يعني ما غيهداش عليك، ديما غتبقاي كتعاني من القولون العصبي. والقولون العصبي راه كيف قلت لكم مرض اللي هو صعيب، خصكم تعايشوا معاه بزاف. تقدر ابسط الحوايج ياثروا لك عليه، غير تغوتي شويه فهمتوا واحد الاعراض اللي ما نبغيها حتى شي حد، يعني واحد الحاجه اللي ما بغاها حتى شي حد. المهم عطاتني هاد لاروكسيل ديجا وخديتهم وحيدتهم. انا ضد الدواء ديال الاكتئاب، مي هذا باش يكون عندك في الدار ضروري. يعني ملي كتكوني كتاخدي واحد المده ديال العلاج وديال الديبرسيون او الاكتئاب مثلا من بعد الولاده اولا بزاف الحوايج اللي كيجيبوا لنا الاكتئاب، ضروري ما يكون عندك هذا. باغفوا كتحسي براسك ماشي هي ديك متشنجه من هنا من العنق ديالك من الكتاف ديالك تقدري تاخدي. المهم انا هذا عطاتهم لي هاد لاروكسيل، قالت لي هاد الوقيته هذه اللي كتاخذ ليا فيها الدواء ديال القولون العصبي خصك تشربي ليا شهر معاهم هاد لاروكسيل. وعطاتني بيان سور هادو جوج دويات ديال المصران الجهاز الهضمي بيان سور باش تكون عندك تدخلي الطواليت عاديه وهذا. المهم هادو راه ديجا انايا واخداهم مستعملاهم، يعني غير طبيعيين ديال الاعشاب زوينين. صافي هادو هما الدويات اللي خرجت لي بالنسبه للقولون العصبي. بيان سور كيعتمد على قلت لكم الا ما كنتيش مستريسيه وما كنتيش معصبه وما كنتيش هادي راه يعني كتحسي براسك نورمال. اين فوا كتكوني معصبه كينوض عليك داكشي. المهم الحمد لله. ديما الانسان شوفوا الله سبحانه وتعالى كيقول لك المؤمن مصاب، وديما حنا الحمد لله خصنا نكونوا قراب من الله سبحانه وتعالى كيف قلت لكم، لان اي واحد فينا يقدر يمرض، اي واحد فينا يقدر يتعرض لوعكه صحيه يطيح، ولكن ديما الانسان شوفوا هذا اللي ما كيهزو الا الانسان اللي كيكون على طهاره. القران الكريم اللي الحمد لله هذا هو البركه ديال الدار، وهذا هو الرزق، وهذا هو الطمأنينة، وهذا هو راحة البال، وهذا هو الكنز الذي لا يفنى. هو هذا الحمد لله
الانسان مني شوفوا حنا الخير والخطائين التوابون كما كنقولوا. الحمد لله الانسان يعرف بالعيوب ديالو ويصلح منهم ويحاول يتقرب من الله سبحانه وتعالى، يكثر من الاستغفار. شوفوا الاستغفار كيبدل الاقدار كما تنقولوا. عندي واحد التسابيح هذا تنحطو حدا راسي ديما. الانسان يبقى بالليل يسبح الصلاه ديالك، واخا تكوني متبرجه، واخا ما تكوني ما دايراش الفولار، حاولي انك تقربي من الله سبحانه وتعالى. الصلوات ديالك الخمسه ما تفوتكش، الاستغفار، ذكر الله سبحانه وتعالى. وثيقوا بيا حتى شي حاجه ما غتأذيكم، وربي ما كيسد عليكم باب حتى كيفتح عليكم بيبان ديال الرزق، بيبان ديال الخير، وباب التوبه راه ديما محلول البنات. فانا هذا الحمد لله كنحس براسي يعني ماشي متصالحه مع نفسي، راضيه عليها. شنو نقول لكم، ما عمركم ما ديروا الثقه في بشر بحالكم بحالو يعطيكم وعود. الله سبحانه وتعالى هو اللي قادر يقول حاجه كن فتكون. يعني الله سبحانه وتعالى اي واحد خلقه في الكون عطيه الرزق ديالو. راه هاد المشه هادي راه ربي كيسخر ليها اللي غادي يوكلها واللي غادي يشربها، فما بالك الانسان بشر اللي كيدعي الله سبحانه وتعالى كيقول لك ادعوني استجيب لكم. المهم الكبيدات ديالي ما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو، غير بغيت نقول لكم انني الحمد لله ما بقيتش ديك كريمه، حيت بصح ما كنتش راضيه على نفسي. ما كنتش راضيه انني نكون هذيك كريمه السفاجيه اللي كتغوت، اللي كدابز مع الناس، كتخاصم، كطيح الهضره بزاف ديال الحوايج. مي الحمد لله حاولت نفوت هذه المرحله هذه ونتصالح مع نفسي ونزيد نرضي على نفسي ونزيد نتقرب من الله سبحانه وتعالى، حيت اي حاجه كيحطها الله في طريقنا والا كيكون عندها سبب. ديما تكون ثقتك في الله سبحانه وتعالى. ديما ربي الا كتب عليك شي حاجه خايبه قولي فيها خير. شوفوا الا ربي حط لنا واحد الحاجه في طريقنا خايبه نقولوا فيها خير، لان ان بعد العسر يسر. الله سبحانه وتعالى حاشا واش يحط لنا شي حاجه خايبه في طريقنا. الحاجه الخايبه خصكم بعدا واحد القضيه تامنوا بالقضاء والقدر، لان اللي كيامن بالقضاء والقدر واخا ما عرفت شنو كيجي ما كيزعزعوش، بحال الجبل ما كتزعزعو حتى شي حاجه. دونك المرض ديال الله، الابتلاء من عند الله، شي حاجه وقعت لنا من عند الله ديال الله سبحانه وتعالى. العبد كيكون غير سبب، بارفوا كتوقع لنا شي حاجه من طرف ناس، هذه كتكون غير سبب من الله اللي مكتبها، والله اللي مصيفط، الله اللي بغاها تكون. المهم كبيدات ديالي ما بغيتش نطول عليكم، غير بغيت نبان لكم في اليوتيوب باش ما تقولوش كريمه مالها اشنو واقع. هذه بالنسبه للناس في الاخضر راني كيف قلت لكم ما بقيتش دايره الخاص وهذا الى اخره. كنبغي نقول للناس كاملين اللي كتسوي فيا شكرا لكم بزاف. صراحه هاد الوقيته هاد لا بيريود هادي اللي كنت غابره فيها وقعوا لي فيها بلانات كما تنقولوا بالعربيه تاع رابط، اللي خلاتني نعرف الصح من الخطا، اللي خلاتني نعرف بصح ناس واش بصح كما كنت كنظن اولا غير هضره. سبحان الله كاين اللي كيحلف بالله سبحانه وتعالى كيعطي وعود وكيحلف بالله سبحانه وتعالى هباء منثورا، كيحلف بوالديه وبحياه والديه وبوليداته بما نعرف شنو هباء منثورا. كنقول لهم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هاد الشيء اللي كاين الغزالات ديالي. المهم شوفوا حجباني راه كبروا بقيتش كنحيدهم الحمد لله. يعني الانسان كي قلت لكم واحد الحاجه كيشبع منها وكيقنع منها. البيرسينغ حيدناها، كنتمنى وديتي يدي النيف نحيدها، وان شاء الله ندير الفولار علاش لا، ونشد في الصلاه كيما كنت شحال هادي علاش لا، حيت راه 7 سنين وانا تنصلي الصلاه في وقتها. ماشي ملي تنقول لكم الصلاه انني تنصلي لا، 7 سنين مني كنت حامله بنتي حتى دارت ما عرفت شي المهم يعني 7 سنين وانا مداومه على الصلاه. وهذا كنتمنى نرجع ديك كريمه اللي كنت الصراحه، حيت اليوتيوب شحال من بيوت خربها، واليوتيوب شحال من عائله تفرقها، واليوتيوب شحال من امراه خسرها وشحال. المهم كنتمنى لكم اختي نهار زوين وشكرا لكم. وشوفوا هاد الخانزه فين ناعسه ليا اختي فوق الصلايه، ولكن هما الصراحه راه نقيين. بش 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 بش. قطيطات سبحان الله. شوفي النعسات
جات فوق الصلايه ونعسات. المهم الكبيرات، بيزو ليكم كبيره، كنبغيكم، كنحماق عليكم. ما تنسوش هاد لا فيديو هذا تكثروا لي لايك، راه قد ما كيكونوا لي لايك قد ما كيطلع على فيديو. المهم نقدر في هاد لا فيديو ما نكونش هضرت مزيان حيت شحال هادي الصراحه مابقيتش وقفت قدام الكاميرا وما شديتش اختي التليفون. كنقول لكم I am sorry. يلا باي باي.